السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نتعرفوا واحد الأكلة بالفول الأخضر. هذا هو الفول الأخضر. إلا مشينا للسوق ناخذو يكون فتي يعني ما يكونش واحد الحجم كبير. فتي كتكون فيه البنة واللذة وكيطيب بسرعة. كنفركسوه هكذا وكنحيدو ليه هاد الطريبيش هذا لمن أراد، حيت فيه واحد شوية المرورية كنتخلصو منه. وناخدو السكين وكنديرو ليه هكذا، كنضربوه بحال هكا يطيب بسرعة وكيدخل ليه داك المرق وداكشي وكيعطيه البنة أكثر. إذا كنحتاجو واحد المقدار ديال الفول. بالنسبة للتوابل اللي حنا كنقولو لها العطرية، عندنا الكمون والكركم أو الخرقوم بلدي ديال العرق، الإبزار لمن أراد، هنا الفلفل الأحمر الحلو كنقولو ليه التحميرة، وهذا الزنجبيل كنقولو ليه السكينجبير. وبالطبع ضروري من الملح حسب الحاجة. وهنا عندنا المعدنوس والقزبر، المقدونس والكزبرة مخلطين. ولمن أراد الطماطم لمن أراد، أو بدون طماطم أو المركز ديال الطماطم اللي كيتباع عند البقال لمن أراد. وهاد الليمونة كنقولو حنا الحامضة، واحد القليل منها نعصروه على هاد الأكلة، كتعطي واحد المذاق مميز. كاين اللي كيبشرها كيحيد ليها هاد القشرة وكيرميها، لكن اللي حنا نعصرو منها كله على حسب. إذا أول حاجة هاد الفول راه كنغسلوه، هو وسط الماء كنغسلوه، حيدنا ليه هداك الطريبيش. لمن أراد لا مبغاش يحيد ليه هاد الطريبيش يخليه. فنغسلوه غادي نرميوه في القدر، عندنا هنا القدر، ونضيفو ليه التوابل. بالنسبة للزيت، زيت الزيتون أفضل، ربما واحد نصف كأس، ربع كأس في البداية وربع كأس في ملي توجد هاد الأكلة. ونبداو بالتوابل من بعد ما وضعت هنا الفول. التوابل ها هي كبيتها هنا. هاد الطماطم ها هي، الملح كما كتشوفوا. بالنسبة لهاد القزبرة نعطلها، ندير منها واحد القليل، والقليل ملي تقرب توجد باش تبقى ديك النسمة ديالو. زيت الزيتون واحد ملعقتان. حاولوا هاد زيت الزيتون تكون جودة، ولا الإنسان يتحرى الجودة. راه شي وحدين مثلا كيشروها من معروضة في جوانب الطرقات ديال الأسواق أو غير مجهولة المصدر. نحاولوا نبعدوا على داكشي غير صحي. هنا غادي نزيد واحد الماء عينك ميزانك، شوف نتا على حسب. هذا هو الماء، أو ملي يتغذى. وغادي نوضع هاد القدر فوق نار، ما نزيدش بزاف، ما نبقاش، نار هادئة، تقريبا واحد نصف ساعة ونشوفو القدر ديالنا. أما بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الفول، هناك عدة طرق باش نستخرجوا الفولة. كاين اللي كيدير هكذا، بحال هكا، هذه طريقة هكذا. غادي الفول راه فيه تا هو الجودة، راه كاين اللي كتشريه تلقاه غير خاوي، بعد مرات تشري كيلو حتى ل2 كيلو حتى ل3 ما تعطيك والو. مثلا كاين اللي كيشد هاد، كاين بحال الخيط هنايا، هاد الخيط هذا كيدير كيجرو بحال هكا صافي وكيبان الفول. كل على حساب الطريقة ديالو، وكيستخرج هداك الفول بطريقة سهلة. كما قلنا ديال الفولة كنزولو ليها هاد الطربوش ديالها هذا، هاد الطريبيش، وقلنا كناخدو السكين نردو البال مع السكين وكنوركو عليه بحال هكا باش منها طيب بسرعة ومنها حتى داك الليدام يدخل تماك. وبالنسبة للناس اللي قلنا لهاد لمن أراد الطماطم والليمون، كاين واحد النوع ديال الناس عز عليهم هاديك
تنقولوا الماكله تكون شويه حامضه. واللي ما عندوش مع هذيك اللذه ديال الحموضيه ما عنده ما يدير بهذا الحامض والطماطم، ولا سيما مثلا دوك الناس اللي كيعانيو مثلا من الجرثومه المعديه، ديك الجرثومه ديال المعده، دوك ما عندهم ما يديروا بهذا الشيء اللي هو حامض بحال الطماطم مثلا. وهذا راه الزعتر بالنسبه لي انايا في المطبخ ضروري، وفي الغالب كنرش منه في الاخير باش ديك الزيوت العطريه الطياره نستافد منها. وكما قلت لكم سابقا ان مثلا الزعتر وزيت الزيتون والثوم والتمر والبصل وشي اشياء تحت هذيك الحلبه، هذه اشياء ضروريه اللي خاصها تكون في المطبخ. علاش قلنا التمر؟ كيقول كيفاش التمر مثلا الانسان ما عليه ما به مثلا حتى حس بالجوع، مثلا في الليل حس بالجوع، غادي ينوض مثلا غادي يطيب بيضه، شحال غيدير معها ديال الوقت، هذه بيضه سهله، فالافضل كياخذ واحد التمره كياكلها مثلا كيحس بداك الجوع بدا يزول. فاشياء ضروريه تكون في المطبخ. ومن الافضل الواحد يستعمل هاد المغرف هادي ديال الخشب، هاد الملعقه هادي مزيانه مع المعدن ما كتكون افضل، ماشي بحال ديك الملعقه ديال الحديد، ديك او المغرفه ديال الحديد او ديال المعدن اللي كتدير واحد الصوت وربما احتكاك. الخشب مع المعدن افضل، وموجوده في الاسواق، موجوده وباثمنه مناسبه. وما نساوش الثومه، ضروريه الثومه، ناخذ واحد الفص او جوج فصوص ونزولوا لماء القشره ونحكوها ونضيفوها على داك القليل ديال القزبر والمعدنوس ونرميوه في القدر. وهاد الثومه راه ضروريه في المطبخ، الثومه ضروريه في المطبخ ايضا ضروري. كما كتشوفوا كاين انواع كثيره ديال هاد الحكاكات موجودين، مثلا كما كتشوفوا هنايا على حسب الذوق، اللي بغى يزيد فص اخر ما كاين حتى مشكل. لان هنا عندنا الثومه، هذه هي الثومه، وضروري الانسان الطبخ ديالو يستعمل فيه الثوم، غني بمضادات الاكسده اللي كتقضي على الجذور الحره، وفيه الكثير ديال المنافع هذا الثوم، ناكلوه بانتظام. غادي نضيف هاد الثوم تقريبا راه جايه النصف ساعه، غادي نضيف الثوم كما كتشوفوا. كيتلاقى الثوم مع المعدنوس والقزبره كيعطي واحد الرائحه طيبه، وكيزيد اللذه والمذاق. لاحظتوا ملي كنستعملوا الخشب ما كتكونش ديك الاصوات اللي ديال التقرقيب، واحد 10 دقائق تقريبا ويكون هذا الفول موجود. نديرو واحد التحريكه. اذا اش باقي لينا هنا؟ باقي غادي نضيفو القليل من زيت الزيتون وقليل لمن اراد هاد الزعتر، لمن اراد، كاين اللي عنده معاه. والليمون راه اكتفيت غير بالطماطم، اكتفيت غير بالطماطم، مادام كاين الطماطم فهداك الليمون نقدروا نديروه غير بحال الزواقه نزوقوا به. وهذه راه واحد الوجبه، وجبه متكامله مليئه بالبروتينات وغنيه بالالياف وفيها الدهون الصحيه، ضفنا لها زيت الزيتون، يعني كتبقى مفيده لصحه القلب والجهاز الهضمي، وجيده للمناعه، وواحد الوجبه لي طبيعيه ومناسبه للنظام الغذائي المتوازن. كما شفتوا فيها زيت الزيتون، فيها الفول، فيها الثوم، فيها التوابل ديالها، فيها الزعتر اللي غادي نضيفوه قبل ما يوجد هاد الأكلة، يعني غنية ولا سيما في هاد الطقس البارد. تقريبا واحد جاي أكثر من
تقريبا واحد 40 دقيقة، أكثر من نص ساعة. صافي.